الأمريكان عندهم عضلات كبيرة؟ السؤال ده بيتسأل دايما وإجابته عمرها ما كانت بسيطة ولا سبب واحد، بس لأن اللي بيحصل هناك مش نتيجة تمرين ولا جيم ولا مكملات لوحدها. ده نتيجة منظومة كاملة بتبدأ من الطفولة وبتكمل لحد الشيخوخة. الطفل الأمريكي من أول ما بيبدأ وعيه وهو بيتحرك بيلعب بيجري المدرسة نفسها فيها نشاط بدني حقيقي مش مجرد حصة رياضة شكلية. الطفل بيطلع طاقته يوميا، جسمه بيتعود على الحركة والمجهود، وده بيكون قاعدة عضلية وعصبية قوية جدا من بدري، على عكس طفل تاني حياته كلها جلوس وقلة حركة. جسمه بيتبرمج من البداية على الخمول، وبعد ما يكبر الفرق بيبان حتى لو الاتنين راحوا الجيم. بعد كده نيجي للأكل، وهنا أهم نقطة الناس دايما بتستخف بيها: الأكل الصحي في أمريكا مش رفاهية ولا حكر على الأغنياء. البروتين الحيواني متوفر: البيض، اللحمة، الفراخ، اللبن، منتجات الألبان كاملة. الدسم كلها أسعارها بالنسبة للمرتبات العادية رخيصة جدا، يعني الشخص المتوسط يقدر ياكل بروتين كفاية كل يوم بدون ما يحس بضغط مادي أو نفسي. والجسم لما يدخل له بروتين وسعرات بشكل ثابت وطويل المدى طبيعي جدا يبني عضل حتى لو التمرين مش احترافي. بعد كده نيجي للجيمات في أمريكا. الجيم هناك في كل مكان حرفيا، في كل حي وفي كل شارع. الاشتراك الشهري رقم بسيط بالنسبة للدخل، ومتاح 24 ساعة، ومجهز بأحدث المعدات. فما فيش أعذار، الشخص مش محتاج يضيع وقت ولا يفكر ولا يعافر علشان يتمرن. التمرين داخل في الروتين اليومي زي النوم والأكل، وده بيخلي الاستمرارية سهلة. والاستمرارية هي العامل الأول في بناء العضلات، مش الشدة ولا التنويع ولا البرامج المعقدة. نيجي بعد كده لنقطة المرتبات وجودة الحياة. الراجل اللي مش مضغوط نفسيا ومش شايل هم الأكل والإيجار والفواتير، طول الوقت نومه أحسن، تعافيه أحسن، هرموناته أحسن. الضغط النفسي المزمن بيخلي الجسم في حالة بقاء مش بناء، وبيقلل التستوستيرون وبيزود الكورتيزول، وده بيهدم العضلات مهما اتمرنت. عكس الشخص اللي حياته مستقرة نسبيا، جسمه بيستجيب للتمرين أسرع وبشكل أوضح. نيجي للمكملات في أمريكا. المكمل مش حلم ولا مخاطرة. البروتين سعره معقول، الكرياتين من أرخص المكملات في العالم، الجودة مضمونة، مفيش قلق من الغش أو من الضرر. المكمل هناك مجرد أداة بتسهل الوصول للاحتياج الغذائي، مش وسيلة سحرية بس بتفرق على المدى الطويل. نيجي بقى للثقافة. المجتمع نفسه بيشجع القوة. الجسم القوي هناك مرتبط بالانضباط والجدية وحتى الجاذبية الاجتماعية. الراجل اللي مهتم بجسمه بيتشاف كشخص منظم وملتزم، وده بيخلي ناس كتير تحافظ على نفسها حتى لو مش عاشقة للرياضة. ومع الوقت الموضوع بيبقى عادة مش مجهود. نيجي بقى للنقطة الحساسة اللي محدش بيحب يتكلم عنها بعد سن ال40. في أمريكا انخفاض هرمون الذكورة بيتعامل معاه كحالة طبية مش وصمة عيب. الراجل يعمل تحليل، لو التستوستيرون منخفض بيتكتب له TR بجرعات محسوبة وتحت إشراف طبي. الهدف مش التضخيم ولا الاستعراض، الهدف الحفاظ على الكتلة العضلية، كثافة العظام، الطاقة النفسية والجسدية، والرغبة في الحياة. وده بيخلي راجل عنده 45 أو 50 سنة جسمه لسه واقف وقوته معقولة مقارنة بشخص تاني نفس السن فقد عضله وطاقته وكرشه طالع وظهره مقوس. وده مش لأن الأمريكيين بيغشوا، ده لأنهم بيستخدموا الطب لصالحهم مش ضدهم كمان. لازم نفهم إن أغلب الأمريكيين اللي شكلهم قوي مش بالضرورة ضخام، لكن عندهم نسبة دهون أقل وعضلاتهم محتفظة بحجمها الطبيعي، لأنهم عمرهم ما خرجوا من دايرة التمرين والأكل والنوم والتعافي، وكمان ما بيمروش بفترات طويلة من الانقطاع أو الحرمان أو سوء التغذية. الجسم اللي عمره ما دخل في دايرة الهدم الحاد بيحتفظ ببنيته، وده اللي بيخلي حتى الراجل العادي شكله أقوى من المتوسط. كمان لازم نضيف نقطة مهمة: إن النظام الغذائي هناك فيه بروتين في كل وجبة تقريبا، حتى الوجبات السريعة نفسها فيها نسبة بروتين أعلى من وجبات كتير صحية في بلاد تانية. وده بيخلي متوسط استهلاك البروتين اليومي أعلى بكتير بدون ما الشخص يكون واعي بده أصلاً. ومع الوقت التراكم ده بيعمل فرق ضخم كمان. النوم عامل حاسم، ساعات العمل هناك غالبا منظمة أكتر، والنوم جزء من الثقافة. الصحة النفسية ليها اعتبار، وده كله بينعكس مباشرة على الهرمونات والتعافي وبناء العضلات. وفي الآخر لازم نكون صرحاء: العضلات الكبيرة في أمريكا مش نتيجة سبب واحد ولا سر خفي، دي نتيجة تراكم سنين طويلة من أكل متوفر، تمرين سهل، ثقافة داعمة، دخل مناسب.
ضغط نفسي أقل، مكملات مضمونة، ورعاية طبية ذكية. وكل عامل من دول لوحده مش كفاية، لكن لما يجتمعوا بيطلعوا النتيجة اللي الناس بتستغربها وبتحاول تفسرها بالجينات. بس والحقيقة إن الجينات بدون بيئة مناسبة ملهاش أي قيمة. ولو فهمت المنظومة دي كويس تقدر تطبق اللي تقدر عليه في حياتك، وتطلع بأحسن نسخة ممكنة منك حتى لو مش عايش هناك. لأن الجسم في النهاية بيستجيب للقوانين مش للأمنيات. ولو عايز فعليا تبقى أقوى لازم تفكر بمنطق منظومة، مش بمنطق تمرينة أو مكمل أو شهر حماس وخلاص.